السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية والمستهل بأبرز العناوين. الدبلوماسيون المعتمدون يعزون الاستشهاد الأمين محمد سعيد. اجتماع تنويري للخدمات التعليم قبل النظامي في عصب. جهود لتطوير تربية النحل في قلب. دول غرب أفريقيا يوكاس تفرض عقوبات على مسؤولين في مالي. الفلبين تتهم بكين بالاعتداء على قواربها في بحر الصين الجنوبي. تركيا تفرج عن زوجين إسرائيليين كانت حجزتهما بتهمة التجسس. أهلا بكم. قدم الدبلوماسيون المعتمدون لدى الدولة ومسؤولو منظمات الأمم المتحدة التعازي لشعب وحكومة إريتريا بمناسبة استشهاد سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة المناضل الأمين محمد سعيد. ووضع السفراء والدبلوماسيون التعازي في سجل التعازي الذي فتح في قاعة دندن بأسمرة. وأعرب الدبلوماسيون عن صداقتهم الأخوية وتضامنهم مع الشعب الإريتري في وقت أحزانه. بعث الإريتريون في جدة بالمملكة العربية السعودية وألمانيا برسائل تعزية لاستشهاد سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة المناضل الأمين محمد سعيد. وفي حفل التأبين الذي نظمته القنصلية الإريترية والجالية الإريترية يوم أمس 17 من نوفمبر، أكد المشاركون لتقوية نضالهم لإيصال النضال الوطني الذي أفنى فيه الشهيد الأمين ورفقائه عمرهم الكامل إلى غاياته. وأشار المواطنون إلى أن الشهيد الأمين محمد سعيد من المناضلين والقادة الذين سعوا حتى استشهادهم لتحقيق الرغبة الشعبية وامتلكوا حب الشعب والوطن وتحلوا بالصمود والإخلاص مجددين العهد لتنفيذ أمانة الشهداء بالعمل والمساهمة المتفانية. وعربت اللجنة الوطنية للإريتريين في ألمانيا عن بالغ حزنها لاستشهاد المناضل الأمين محمد سعيد، وقدمت تعازيها لأسرته وشعب وحكومة إريتريا. إعلان وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات المخبرية التي أجرت اليوم في مراكز العزل والفحص بأقاليم الأوسط والجنوبي وعنسب قد أظهرت إصابة 21 مواطنا بفيروس كورونا. وقد ظهر 17 من الإصابات في الإقليم الأوسط، 8 منها في مراكز العزل و9 في مراكز الفحص، 2 من قجرة وواحدة من ترافولو وواحدة من حدشعدي وواحدة من قلدايف وواحدة من فيلاجو وواحدة من وسط المدينة وواحدة من مهرمجرة وواحدة من براديزة، و3 إصابات في الإقليم الجنوبي، 2 في منرفرة وواحدة في عدخالة وإصابة واحدة في كرنا. في غضون ذلك شفي 9 مرضى كورونا، 10 من الإقليم الأوسط، وتوفي مريض كورونا يبلغ من العمر 83 عاما من الإقليم الأوسط. وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 7012، شفي منهم 6915، وتوفي 53 مريض، فيما لا يزال 144 مريض يتلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة 18 من نوفمبر لعام 2021. عقد المدير العام لقسم التعليم العام في وزارة التعليم السيد موسى حسين نائب اجتماعا في عصب لتوضيح أهداف خدمات التعليم قبل النظامي ودور الشركاء لإنجاحه. وقدم توضيحا موسعا عن الجهود المبذولة لتوسيع خدمات التعليم عامة والتعليم قبل النظامي خاصة والنتائج التي تحققت. وقال أن بناء المجتمع المتطور يتحقق بالاستثمار في الأطفال، وأن كافة جوانب الاستثمار الذي يجرى من الأعوام من 3 وحتى 6 من عمر الأطفال له دور كبير في النمو العقلي والجسدي للأطفال.
موضحا بأن الأطفال الذين وجدوا المناخ الملائم في العمر المذكور تكون قدراتهم في العلاقات والثقة بالذات وكفاءتهم أعلى بأضعاف من الأطفال الذين لم يجدوا الرعاية الجيدة. وذكر بشأن الدراسات التي أجريت عن التعليم قبل النظامي في البلاد ونتائجها أن 97% من رياض الأطفال توجد في الريف النائي، وترتفع نسبة نجاح الأطفال الذين دخلوا رياض الأطفال من الذين لم يحصلوا على هذه الفرصة، كما أن نسبة المقاطعة للتعليم متدنية جدا. وقدم في الاجتماع شرحا مفصلا عن الخطة الاستراتيجية التي أعدتها وزارة التعليم للثلاث سنوات حول التقديم والتمويل والتوعية والمشاركة والمساواة والنوعية وتقوية النظام وتنسيق خدمات التعليم قبل النظامي. وأوضح حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد مانتاي في ختام الاجتماع إن ضمان مستقبل البلاد المزدهر يتحقق بالقدرات البشرية وليس بالموارد الطبيعية، وأن الاستثمار الذي يجرى في الأطفال جزء من ذلك، داعيا كافة قطاعات المجتمع تعزيز المشاركة الواعية لتنفيذ فاعل لبرامج التعليم قبل النظامي. دعم مكتب وزارة الزراعة في مديرية قلب مربو النحل لاستغلال جيد لموارد منطقتهم والعمل لإنتاج وافر من العسل. وأوضح مسؤول المكتب وخبير تربية النحل السيد زكريا سكيداني بأن مناطق قربت وقلب وقادماي وبلات ملائمة لتربية النحل وإنتاج وفير في الصيف والخريف، ومناطق زيان ومزباط ومرات وقلوق في موسم الخريف. وأشار إلى وجود 18 مزارع يربون النحل بالوسائل الحديثة وأكثر من 300 بالوسائل التقليدية في المديرية. وقد تم السنة الماضية إنتاج أكثر من 45 كنتال عسل، وقد انخفض الإنتاج هذه السنة لتدمير الأمطار المصحوبة بالثلوج في شهر سبتمبر للأزهار. وقال أن المزارعين الذين أدركوا أهمية التطير قاموا جمعية هيئة التعاونية، داعيا وزارة الزراعة لتقديم المناحل الحديثة لهم بالقروض أو الأسعار المناسبة. وأوضح مربو النحل بأن ملائمة المديرية لتربية النحل يدفعهم لمزيد من الجهد، غير أن إنتاجهم ليس بالمستوى المأمول لقلة المناحل الحديثة. أفادت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية تبرع بأكثر من 468 ألف نقفة لتنمية صندوق أمانة الشهداء. وتبرعت فروع الكنيسة الأرثوذكسية الإريترية في أمريكا وكندا بمبلغ 449,250 نقفة لصندوق أمانة الشهداء. وتبرعت الجالية الإريترية في هامبورغ الألمانية ب19 ألف نقفة لنفس الهدف. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير. فرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عقوبات ضد أعضاء بالحكومة الانتقالية في مالي بمن فيهم رئيسها، لكن دون أن تشمل الكورونيل الذي قاد الانقلاب العسكري العام الماضي. ووفقا لوثيقة من المنظمة تأتي عقوبات بعد انقلابين متتاليين في مالي في أغسطس 2020 ومايو 2021، وشكوك بشأن نية النظام هناك إجراء انتخابات عامة بحلول 27 من فبراير المقبل. ويعد رئيس الوزراء أرفع شخصية مدرجة في قائمة العقوبات الجديدة التي تضم أيضا أسماء 27 وزيرا من الحكومة الانتقالية، لكن لم يرد في القائمة اسم الكورونيل أسيمو غواتا الرئيس الانتقالي ورئيس المجلس العسكري منذ الانقلاب. وضمت قائمة العقوبات أعضاء المجلس الوطني الانتقالي البالغ عددهم 121 عضوا، والذي يعمل بمثابة برلمان
مؤقت. وتم تجميد وصول جميع المدرجين في القائمة إضافة إلى منعهم من السفر إلى دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. اتهم وزير الخارجية الفلبيني تيودور لوكسين في بيان خفر الصواحل الصينيين بإطلاق مدافع مائية على قوارب فلبينية كانت تنقل إمدادات لعسكريين فلبينيين في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه بشدة بين البلدين، مطالبا بكين بالتراجع. وقال لوكسين في البيان أنه عرب لبكين عن غضبه وإدانته واحتجاجه على الواقعة التي قال أنها حصلت بينما كانت قوارب فلبينية في طريقها إلى أوتوالد سوكيند توماس، إحدى الشعب الحالقة المرجانية في جزر سبرالتي المتنازع عليها بين البلدين. وشدد البيان على أن ما قامت به بكين غير شرعي، مشيرا إلى أن 3 سفن تابعة لخفر السواحل الصينيين الطريق أمام القوارب الفلبينية وأطلقت عليها خراطيم المياه. وتصاعدت هذه السنة حدة التوترات في البحر الغني بالثروات الطبيعية بعدما رصدت مئات السفن الصينية بالقرب من ويتسون الشعب المرجانية المتنازع عليها والواقع بدورها في أرخبيل برستيلي. ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت ووزير خارجية إير لابيد أن تركيا أفرجت عن زوجين إسرائيليين كانت حجزتهم بتهمة التجسس لمزاعم عن التقاطهم صور لمقر إقامة الرئيس رجب طيب أردوغان خلال زيارة لإسطنبول. ونفى بنت تهمة التجسس الموجهة للزوجين موردي ونتالي أوكنين، قائلا أنهم لا يعملان لحساب أي وكالة إسرائيلية. وأرسلت حكومته مبعوثا إلى تركيا للمساعدة في العمل على إطلاق سراحهما. وقال بنت ولابيد في بيان مشترك في ختام جهود مشتركة مع السلطات التركية تم الإفراج عن الزوجين موردي ونتالي أوكنين من السجن وهما في طريقهم عودتهم إلى إسرائيل. وما زال مواطنا تركيا كان مع زوجين معتقلا أيضا بتهمة التجسس السياسي والعسكري. أعلنت مقاطعة كولومبيا البريطانية في كندا حالة الطوارئ وسط توقعات بارتفاع عدد القتلى جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية التي اجتاحت أجزاء من المقاطعة. وأكدت السلطات وفاة أحد السكان بعد أن دمرت السيول والانهيارات الأرضية الطرق في المقاطعة وعزلت عدة بلدات جبلية. كما أدت الفيضانات والانهيارات الأرضية الهائلة إلى قطع السبل الوصول إلى أكبر ميناء في البلاد في فانكوفور، مما أدى إلى تفاقم مشاكل سلاسل التوريد العالمية التي تواجه مصاعب بالفعل في التعامل مع المشكلات التي تسببها جائحة كوفيد-19. تذكير بأهم العناوين. الدبلوماسيون المعتمدون يعزون الاستشهاد الأمين محمد سعيد. اجتماع تنويري لخدمات التعليم قبل النظامي في عصب. جهود لتطوير تربية النحل في قلب. دول غرب افريقيا تفرض عقوبات على مسؤولين في مالي.
الفلبين تتهم بكين بالاعتداء على قواربها في بحر الصين الجنوبي. تركيا تفرج عن زوجين إسرائيليين كانت احتجزتهما بتهمة التجسس. انتهت النشرة، وفي أمان الله.